صباح الخير. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. صباحكم فل وياسمين ورضا من رب العالمين. هنعمل النهارده الكنافه بالمانجا اللي ما ينفعش يعدي الصيف من غير ما ناكلها. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف هنعمل ايه. انا معايا 300 جرام من الكنافه، يعني اكتر من ربع كيلو واقل من نص كيلو كنافه. اعملي الكميه اللي تريحك، حطيهم في الفريزر وخرجيهم، كسريهم بالشكل اللي انت شفتيه ده دلوقتي. جبت كوبايه من السكر، سكر الشاي، السكر الحبيبات العادي، كوبايه ميه. حطهم على النار، اول ما يغلوا هديهم نقطتين عصير ليمون. بعد كده هنجيب على الكنافه بتاعتي معلقتين سكر بودر، وهجيب معايا كوبايه الا ربع سمنه، وهروح مقلبه الكنافه فيها وناخدهم على النار. حمر 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 على طول كده، ما تسيبيش ايدك منها، وتخلي النار هاديه عليها عشان ما تتشعوطش منك. وعلى عين البوتاجاز التانية حاطه السيرب بتاع الكنافه. اول ما يغلي ان شاء الله هديله نقطتين عصير ليمون زي ما انت شايفه كده. هديله بقى نقطتين عصير ليمون واسيبه 3 4 دقايق كده تاني على النار. الكنافه خلاص اتحمرت معايا، هي خدت لون. هركنها بقى لما تبرد، واروح مسخنه السيرب تسخينه كمان، واروح نازله عليه يبقى السيرب سخن والكنافه بارده. معايا بقى منجايه مقطعه في نفس الكوبايه بتاعتها عشان ما اهدرش في المنجايه، واروح حاطه عليها معلقه كريم شانتيه واروح ضربها بالمضرب. انا حاطه عين واحده من بتوع المضرب، مش حاطه الاتنين عشان طبعا دي كوبايه مش حاجه كبيره. هضرب في المانجا لحد ما تبقى كريمي معايا كده. اروح بقى جايبه الكنافه بتاعتي، طبعا هي بردت والسيرب بقى سخن، هنزل عليها بالسيرب بتاعها وهنقلبهم تقليبه كويسه. نركنها بقى كده على جنب ونشوف هنعمل ايه تاني. انا بقى هجيب معلقه من المعالق المعياريه. ممكن يبقى عندك فنجان تعملي فيه، ممكن يبقى عندك بوله صغيره تعملي فيها، اي حاجه ممكن تعملي فيها نفس اللي انا هعمله ده دلوقتي. انا جايبه المعلقه المعياريه، حطيت فيها الكنافه بالشكل ده، وحطيت فيها كريمه، ومعايا المانجا اللي انا ضربتها حطيتها في كيس عشان اعرف اتحكم فيها. هحط المانجا على الكريمه واروح مغطياها تاني بالكنافه. ممكن تشوفي اي كوبايه صغيره وتروحي عامله بيها، او زي ما قلت لك فنجان، او اي فورمه عندك انت حابه تعملي فيها. بس كده انا بقى بملى المعلقه بالكنافه وبعمل فيها تجويف كده، واروح حاطه عليها الكريمه، واروح حاطه عليها المانجا اللي معايا، وبروح ضغط عليها وبروح قلبيها، بتتقلب على طول. وممكن لو حابه تحطي مكسرات تحطي مكسرات مع الحشوه، مع الكريمه والمانجا، الحاجه اللي تعجبك. وممكن تعملي كاستر وتحشيها كاستر ومكسرات. بس احنا بما اننا في موسم المانجا، وطبعا دي فرصة طبعا بالنسبة لنا، فاحنا قلنا بقى نحشيها مانجا وكريمة، فالحشوة اللي تريحك احشيها لها. احنا بقى حشينا كريمة ومانجا، وكنت كمان عايزة احشيها نوتيلا ومكسرات، بس قلت لا، المانجا طبعا تكسب. يبقى ان شاء الله في مرة تانية نحشيها نوتيلا بالمكسرات. بس احنا خلصنا بقى اللي معانا، اخر شوية فضلوا حطيتهم في المعلقة الصغيرة، عمل واحدة صغيرة. زي ما انت شايفة الكنافة جميلة جدا. انا خدتها حطيتها في التلاجة نص ساعة كده، لان الجو حر طبعا وكانت كل حاجة فيها سايحة. بعد كده جبت شوية كريم مضروبين، وقلت اعمل على وشها وردة كده واحط فيها المانجا. المانجا طبعا اللي انا ضرباها. طبعا انا مش قادرة اقول لكم الحر طبعا مسيح كل حاجة ازاي. انا على ما بخلص واحدة واجي اعمل التانية بتكون الاولانية ساحت. الجو حر جدا، ربنا يرحمنا يا رب. بالشكل ده بعمل زي تجويف كده برضو فوق الكنافة، زي دوران كده بالكريم، واحشي قلبه مانجا ان شاء الله. وبنكمل بقى باقي الكنافة اللي معانا بالشكل ده. زي ما بقولك ما تكتريش، يعني انت ربع كيلو او زيادة عن ربع كيلو بشوية هيعملك كمية كويسة، هيعملك طبق كويس يعني محترم، فما تكتريش. دول 300 جرام كنافة معايا، كنت جايبة نص كيلو فخدت منهم شوية، يعني شلت منهم شوية.
زي ما انت شايفة عمل لنا برضو كام واحدة حلوين. هنكمل بقى الكنافة بالكريمة كده. ودي بقى الواحدة الصغيرة اللي عملتها في المعلقة الصغيرة. يعني بصي عملوا لنا كام واحدة؟ عملوا لنا 8 وحدات، واحدة صغيرة حلوين جدا. بعد كده بقى هنحشيها من فوق كنافة. هنحشيها كنافة ايه يا ستي؟ هنحشيها مانجا. الحر ملخبطنا خالص. هنحشيها مانجا اللي احنا عاملينها ومعانا في الكيس دي. ممكن بقى تقطعي حتت برضو هقول كنافة تانية. ممكن تقطعي حتت مانجا وتحطيها بقى فوق الكب كده، حتت صغيرة كده من المانجا وتحطيها فوقيها. بس وكده بقى خلصنا. وزي ما انت شايفة كده كان عندي بقى عنب، رحت حاطة على كل واحدة عنباية. بصي مجرد ما خلصت الكريمة ساحت من كل ناحية. زي ما انت شايفة الكنافة طعمها جميلة جدا، وكمان طبعا بالكريمة والمانجا حاجة خطيرة زي ما انتوا شايفين اهو. طعمها جميل جدا، لازم تجربوها ان شاء الله. تعالوا بقى ندوق بقى منها كده. جميلة والكنافة طرية، والكريمة بقى والمانجا معاها زي العسل ان شاء الله. ان شاء الله بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم تنسوش تدعمونا باللايك عشان ترفعوا لنا الفيديو، وتدخلوا قناتي سمسمة وبندق في المطبخ، اكلات اقتصادية حلو وحاجة على قد الايد. وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد ان شاء الله. بالهنا والشفا، صباحكم فل.